مدينة مصرية صغيرة المساحة، ولكن تاريخها كبير، أكبر من الكدر، كبير بحجم الحرية، رمز للبطولة والفداء ومقاومة الاحتلال، كتب على أهلها الكفاح منذ آلاف السنين. مدينة هي خير دليل على أن الشجاعة تورث من جيل إلى جيل، لا أهلا ولا سهلا بأي محتل أو مستعمر. إنها بورسعيد، بورسعيد يا سادة، المدينة الباسلة. تلك الكلمات لم تكن مجرد شعارات للتباهي بأهل المدينة الباسلة، بل هي حقيقة تاريخية لا أحد يجادل عليها إطلاقا، حتى ولو كان من أعدائها لا يستطيع أن يجادل بشأن ما ذكرناه توا. بطولات هذه المدينة وبطولات أهلها لم تتوقف عند العدوان الثلاثي الذي سنتحدث عنه باستفاضة في هذه الحلقة، التي أتمنى أن تكون مشوقة. كفاية أن فيها بورسعيد، بالتأكيد ستكون مشوقة. شجاعة أهل هذه المدينة قديمة قدم الزمن. موقعها الذي هو على مكان حاكم في البحر المتوسط، والذي يعتبر مدخل مصر الشرقي، جعلها دائما في مرمى الحرب منذ أيام الفراعنة، ومنذ أن كان يطلق عليها اسم الفرمة أو برمون، معناها بيت الإله آمون. معلومة جانبية، يقال إن سيدتنا هاجر زوجة نبي الله إبراهيم كانت من تلك المدينة، يقال، الله أعلم. أما عن النقطة الفاصلة في تاريخ بورسعيد فقد كانت في عام 56 و900 وألف. في هذا الوقت كانت مصر في بداية حقبة جديدة، مرحلة إنهاء الملكية والاحتلال الإنجليزي، وبداية الجمهورية وصعود جمال عبد الناصر لحكم البلاد. في هذه الأثناء كان لمصر أعداء كثر، أبرزهم بالطبع إسرائيل، بالإضافة إلى إنجلترا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية لتوها، خرجت كسيرة الجناح، وفرنسا التي وقفت مصر أمام طموحاتها الاستعمارية في شمال إفريقيا وخصوصا في الجزائر. كل هؤلاء كانوا يحملون العداء بوضوح لمصر، كل طرف منهم لديه مطامع وأهداف معينة. إنجلترا مثلا، إنجلترا تريد العودة بقوة وفرض السيطرة على المنطقة بعد أن بدأت قوتها تتراجع بعد الحرب العالمية الثانية. ألم أقل لكم جناحها كسر؟ أما فرنسا التي كسر جناحاها فقد كانت تعاني بسبب دعم مصر لأبطال المقاومة الجزائرية، والتي تحدثنا عن بطولاتهم في حلقة سابقة. شفتوها؟ أما إسرائيل فكانت ترى في مصر العدو الواقف أمام طموحاتها التوسعية على الأرض العربية، طموحات لا تتوقف. لم يكن يوقف هذه الطموحات إلا صمود العرب، وتحديدا صمود المصريين على الأقل، الذين قادوا العرب للوقوف في وجه تلك الطموحات التوسعية الإمبريالية التي لم تنتهي حتى الآن، لكن هذه حكاية أخرى. أمام تعنت الغرب والبنك الدولي وعدم جدوى السوفييت الذين هم أعداء الغرب والبنك الدولي، السوفييت الذين لم يدعموا مصر في بناء المشروع القومي السد العالي، لم يدعموا مصر في البداية. مصر التي أرادت أن تستفيد من فيضان النيل ومنع الكوارث التي تنجم عنه. السوفييت الذين التحقوا بركب الطموح المصري في مرحلة لاحقة، وبالطبع أيديهم البيضاء في مساعدة المصريين على بناء السد العالي لا يمكن نكرانها إطلاقا. لكننا نتحدث الآن عن اللحظات الأولى، لحظات الطموح الأولى التي لم يقف فيها مع المصريين أحد إلا أنفسهم. لم يبقى أمام عبد الناصر إلا قرار واحد، وهو أن يستفيد من خيرات بلاده، من مقدراتها،
فأعلن عن تأميم قناة السويس في يوم 26 من يوليو من عام 1956. هذا التأميم منع إنجلترا من التربح من القناة التي كانت تديرها قبل التأميم، ووضع أمام مصر الأموال التي تحتاجها لبناء السد العالي، ولا الحوجة للبنك الدولي ولا الصندوق ولا الأمريكا ولا أوروبا ولا حتى للاتحاد السوفيتي. مالنا نبني به مشروعنا القومي. بريطانيا اعتبرت هذا القرار تهديدا للحياة الاقتصادية في أوروبا، وقررت أن تعاقب مصر. في 22 من أكتوبر من عام 56 و900 وألف بدأت المؤامرة على مصر، وتحديدا على بورسعيد. اجتمعت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في باريس لتنظيم رد عسكري على مصر. كان يمثل الجانب الإسرائيلي شيمون بيريز وموشي ديان، وكان الاتفاق على النحو التالي: أن تتم حملة عسكرية بقيادة إسرائيل فقط تحت اسم عملية قادش، نسبة لما يعتقده اليهود بأن مدينة قادش بارنيا المذكورة في التوراة تقع في سيناء. والله بعضهم يعتقدون بذلك. تقوم القوات الإسرائيلية بهجوم واسع على القوات المصرية بهدف الوصول إلى قناة السويس، وبعدها تقوم بريطانيا وفرنسا بوضع شروط للهدنة، ومن ضمن تلك الشروط أن تعود سيطرة بريطانيا على قناة السويس، وهذا ما أطلق عليه اسمه بروتوكول سيفرز، قادش وسيفرز. المهم، بعد 4 أيام فقط من الاتفاقية بدأ الهجوم الإسرائيلي. الناس دي ما كانتش بتضيع وقت. 4 أيام بدأ الهجوم الإسرائيلي، وبدأ تنفيذ المخطط الشيطاني ضد مصر. فوجئت القيادة المصرية بالهجوم. كانت تتصور أن مشكلة القناة في طريقها إلى حل سياسي. العقلاء كلهم كانوا يتصورون ذلك. لكن بعد الهجوم الإسرائيلي على سيناء حانت اللحظة لتنفيذ الدور الفرنسي والإنجليزي بحسب ما اتفقوا عليه مسبقا: مؤامرة. بالفعل أرسلوا لمصر شروطهم لإنهاء الحرب، وهي التوقف فورا عن كل الأعمال الحربية، انسحاب القوات المصرية إلى مسافة 10 أميال، احتلال قوات بريطانية وفرنسية بورسعيد ومدن القناة لضمان حرية الملاحة بالقناة وللفصل بين مصر وإسرائيل. بالطبع رفض جمال عبد الناصر الله يرحمه كل تلك الشروط، ومن هنا بدأ العدوان الثلاثي فعليا على مصر. خاضت قوات العدو الإسرائيلي معارك عنيفة انتهت باستيلائها على مناطق كثيرة في سيناء. معرفش استولوا على قادش بتاعتهم اللي بيقولوا عليها دي ولا لا. المهم، في 5 من نوفمبر التقت السفن الفرنسية مع السفن البريطانية التي أبحرت من مالطا. في صباح نفس اليوم هبط المظليون البريطانيون فوق منطقة الجميل ببورسعيد. لحقهم المظليون الفرنسيون فوق منطقة بحيرة المنزلة، وبدأت مصر في حرب المدن. وقام أبناء بورسعيد بتنظيم أنفسهم وإنشاء مقاومة شعبية لا مثيل لها. وزعت الأسلحة على المتطوعين في المقاومة الشعبية، وطافت سيارات وزعت الأسلحة على المتطوعين يدا بيد بعد شكل من أشكال التنظيم في مقاومة شعبية. الإشراف العام هو بالطبع للحكومة والقوات المسلحة، لكنها في نهاية الأمر قوات شعبية. طافت سيارات الجيش في الشوارع تدعو الناس إلى الكفاح ومقاومة الغزاة، تدعو الناس مرة أخرى للمقاومة الشعبية. كلمة حاكمة. استمرت الغارات الجوية على بورسعيد، وأحرقت القوات البريطانية حي المناخ بالكامل بالنابالم. وفي حي العرب دمروا بالطائرات منطقة الجمرك القديمة وعددا من العمارات السكنية. عمارات سكنية مدنية، ليست معسكرات للجيش، عمارات سكنية للمدنيين.
تخيل معي مشاهدي الكريم 3 جيوش مدججة بأحدث الأسلحة الغربية تكالبت على مدينة صغيرة من ناحية الحجم، ورغم كل هذا لم يستطيعوا إخضاع أهلها أبدا، لأنها كبيرة جدا جدا من ناحية الحرية. ضرب أهل بورسعيد مثالا للمقاومة الشعبية، فكان القتال يدور من منزل إلى منزل، وتمكنت المقاومة من تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة، وبثت الرعب في قلوبهم، وهذا هو الأهم. وهنا ظهر أبطال لن ينساهم التاريخ أبدا. فهناك محمد حمد الله، وأحمد هلال، ومحمد سليمان، وعلي زنجير، الذين نجحوا في إلقاء القبض على الضابط الإنجليزي أنتوني مورهاوس، ابن عمة ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، ابن عمتها لزم، ابن عمتها شقيقها يعني، الملكة التي توفيت إلى رحمة الله في 2022، ولم تفارق ذاكرتها ما فعله أهل بورسعيد بالإنجليز حتى مماتها. بالفعل تم وضع مورهاوس في الأسر، وبعد انتهاء الحرب وجدوه ميتا داخل صندوق. وهناك السيد عسران، أو كما يحب أن يطلق عليه أهل بورسعيد السيد، يحبون أن يطلقوا عليه لقب أبو العربي، فتلك ليست للسخرية إطلاقا، بل هو لقب يفتخر به أهل المدينة، السيد أبو العربي. خلفه قصة رائعة، فحينما كان يعيش الأجانب مع المصريين في بورسعيد كانوا يسخرون ويحقرون من المصريين ساكني حي العرب بالمدينة. لذلك لجأ أهل بورسعيد لحيلة ذكية، وهي إطلاق اسم السيد العربي على أي مولود جديد، فيضطر الأجنبي أن يلفظ اسمه السيد العربي، يعني بحسب الوجدان الشعبي المصري سيدك، العربي سيدك، العرب أسيادك يا خواجة. بالعودة للبطل السيد عسران، صبي لم يتجاوز 17 من عمره، وضع قنبلة لضابط الاتصال البريطاني الميجر ويليامز، وضعها في الخبز. حتى النساء في بورسعيد حملوا السلاح، ومن أهم البطولات النسائية التلميذة زينب الكفراوي، التي كانت تهرب الأسلحة والذخائر لرجال المقاومة، وخلدها فيلم ليلة القبض على فاطمة. حتى النساء حملن السلاح. وهناك أيضا الكثير من البورسعيديات البطلات كزينب أبو زيد وأفكار العوادلي وليلى النجار وسلوى الحسيني، والكثير من الفدائيين، الكثير من الرجال والنساء والأطفال من أهالي بورسعيد، ممن سطروا بأرواحهم ودمائهم انتصار بورسعيد التاريخي في 56. بعد كل ما واجهه العدوان الثلاثي في المدينة الباسلة وتحت نيران نغمات السمسمية، نجحت المقاومة في تثبيت القوات البريطانية والفرنسية داخل منطقة راس الشاطئ، ومنعتهم من الانطلاق باتجاه الإسماعيلية، ليبدأ الموقف الدولي في التدخل تجاه العدوان الثلاثي على مصر، ضد العدوان الثلاثي على مصر. وبالفعل انسحبت القوات البريطانية ومعها القوات الفرنسية والإسرائيلية من داخل المدينة ومن مصر بأسرها، واعتبر يوم 23 من ديسمبر عيدا قوميا، لأنه عيد النصر لبورسعيد ولمصر بأسرها. في الواقع هذه الملاحم البطولية في بورسعيد ضربت خير مثال. قالت بأحرف من نور إن المحتل والمستعمر مهما كانت قوته سيهزم لا محالة. وأيضا بطولات أهل المدينة الباسلة لم تتوقف عند هذا الحد، أيضا هناك بطولات حرب 67، بطولات وأحداث فائقة الأهمية.
قد يتاح لنا الوقت كي نذكرها لكم بتفاصيلها في الحلقات المقبلة. عند نقطتنا هذه في هذه اللحظة من التاريخ التي توقفنا عندها، انتصار أبطال بورسعيد على جيوش 3 دول، نتوقف. لكن الحديث عن بورسعيد وعن بطولات مدن القناة وأهل مدن القناة لا يتوقف، فهؤلاء حكاية كبيرة جدا بحجم الحرية.